أهلا بيك في حلقة جديدة من هيماشو. النهاردة كده يقول لك لو نفسك تخسر مراتك وتدمر بيتك وتجي نفسك في الآخر عايش لوحدك، يبقى تعالى اتعلم من الكتالوج ده. أول حاجة، اتجاهلها تماما، ما تسألش عليها، ما تسمعش كلامها ولا ترد على أسئلتها. وكل لما تحاول تقرب بقول لها أنا تعبان، سيبيني في حالي. وقتها هتحس إنها عايشة مع حيطة. تاني حاجة، تقطع عنها الكلام الحلو، ما تقولهاش بحبك وحشتيني ولا حتى شكلك حلو. هي الست اصلك بتحب تسمع الكلام ده، بس لو عايز تخسرها امنعه عنها خالص. تالت حاجة، خلي مامتك دايما صح على طول في خط وهي لا. يعني لو حصل اي خلاف قول لها دايما ام اللي عندها حق وانت اللي غلط، وساعتها هتكرهك وتكره امك معاك. رابع حاجة، قارنها بغيرها. بصي صاحبي مراته بتطبخ ازاي، شوفي فلانة بتكبس ازاي. اوعى تفتكر ان المقارنة دي بتصلح، دي بتكسر وبتدفن اي حب جوه الست. خامس حاجة، ابعد عنها في وقت ضعفها. لما تكون تعبانة ما تقربش منها، ولما تعيط قول لها بالفم المليان ما تعيطيش على الفاضية والمليانة. كده تضمن انك بقيت غريب عنها مش سندها. سادس حاجة، خلي صوتك عالي واسلوبك جارح. خليها تموت من خوفها لما تتكلم معاك، بس خد بالك، الخوف عمره ما كان حب، هو بس طريق مختصر جدا للكره. الرسالة الأخيرة، مراتك مش عايزة فلوسك ولا عايزك سوبرمان، هي بس عايزة راجل يسمع يحتوي يطبطب. وصدقني الست ممكن تتحمل كل حاجة إلا إنها تحس بالإهمال، أو إنها مش مهمة أو مش مرغوبة. لو لسه عندك وقت تصلح، اسمع من قلبك مش بودامك. ما تفرقش بالكلمة الحلوة. خلي بيتك أمان مش ساحة حرب. خليك سند بجد مش خيال ماتة. الست اللي بتحبك من قلبها لو خسفتها مفيش أسف ولا حتى ندم هيرجعها تاني. إن أعجبتك هذه الحلقة فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من خلاصة الكتب والحكايات المفيدة والملهمة. وشاركنا رأيك في التعليقات. كان معكم إبراهيم قمورة، صوتك لعقل مختلف.